اهلا ومرحبا بكم. نقل تلفزيوني مباشر ياتيكم من مدينه فاس. نعم مشاهدينا الكرام، في امسيه كرويه وديه تتوشح بالحماس والتنافس الاخوي يستضيف الملعب الكبير بمدينه فاس العريقه هذا اليوم الجمعه مباراة مرتقبة تجمع بين أسود الأطلس المنتخب الوطني المغربي ونسور قرطاج المنتخب التونسي. هنا تكريم يأتي على شرف أعمدة وعلى شرف أسماء تألقت على المستوى التعليق الرياضي. نعم، حينما نتابع كل من الزملاء القريشي وأيضا عبد اللطيف الشريبي والذي على المستوى التقديري والتنظيمي يظهر هذه المباراة نعم الخطوات الرسمية والتي لسان نعم على المستوى التنظيمي ايضا الحضور الجماهيري اللي جاء بشكل كثيف لهذه المقابله كما قلت، ولا ما كانش غير الاستعداد للدخول لمباراه اليوم. الاستعداد من اجل معاينه النصيري من فاس انطلق من المدينه الجميله فاس انطلق وهو يسير ليدخل الى ارضيه هذا الملعب بعد سنوات، يسير ليقدم نفسه بصوره جيده. مرور ايضا باكاديميه محمد السادس لكره القدم، ثم البروز بصورة كبيرة حتى صار من كبار هدافين لدولة تونس. أما الآن أيها السيدات والسادة، عزف النشيد الوطني المغربي. المقابله ويتابع معنا ايضا المجريات ديال هذا اللقاء. التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي يدخل بالاسماء الاتيه: ياسين بونو في حراسه المرمى، باقي اللاعبين: العميد اشرف حكيمي رقم 2، 3 ادم سينا، 4 سفيان مرابط، 5 يوسف بالعمري، 8 عز الدين أناحي، 11 اسماعيل الصيباري، 13 الياس بن صغير، 18 جواد اليميق، 19 يوسف النصيري، ورقم 23 بلال الخنوس. هذه اللقاء بعد لحظات عميد المنتخب الوطني المغربي والمتوج في دوري ابطال اوروبا. نعم حكيمي الان كنشوفوه في هذه اللحظات مع الطاقم التحكيمي، وايضا في الجانب المقابل فهناك الفرجاني الساسي. عميدة اذا المنتخبين معا على رقعة الملعب جيدة للمنتخب الوطني المغربي في المباريات ديالو العشر الاخيره. تعطى انطلاقه المقابله، كره الانسلال ولكن هناك تغطيه دفاعيه ابعاد للخطر، ابعاد ديال الكره مباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب مره ثانيه. محاولات مرة ثانية لصالح المغرب في كاتيتاس، محاولة الانسلال والبحث عن رقم الكرة داخل منطقة الجزاء. بلال كرة عرضية، كرة ممتازة، كان بإمكان أن يكون الهدف الأول. هذه عملية هجومية هنا جاءت بالضغط على الدفاع ديال المنتخب التونسي، كان بإمكانها أن تعطينا الهدف الأول. سيباري والتواجد ديالو داخل منطقة الجزاء، التمرير العرضي وأيضا الانتظارات من اللاعب اللي بإمكانه أنه يأخذ الكرة. لاحظوا ما فعله دماسينا حينما نسلم هذه الكرة. دماسينا انطلق ولعب هذه الكرة مع اللاعب بلال الخنوس بدوره نسل نحو منطقة الجزاء، تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء. عبدي علي كان بإمكانه أن يضعها في الشباك. على يمين الحارس دحمان أيمن، تأتي هذه الكرة تنفذ ممتازة، كانت أن تكون في الشباك، كادت أن تكون في الشباك، مرت بجانب القائم الأيسر. شاهدوا كيف تبع معظم لاعبو المنتخب التونسي من مرابط. أناحي عنده الكرة، أناحي مشى اليمنى، حكيمي كيطلب الكرة ديالو، سيباري ممتاز عند حكيمي جاي اليمنى، عملية هجومية مغربية، دخول ديال سيباري تمريرة ممتازة وحاول ضربة جزاء، حكم من يحرك ساكنة في وقت مشات الكرة مباشرة عند الحارس أيمن. نشوفوا الإعادة في الوقت المناسب على اعتبار أنه يوسف النصيري كان داخل منطقة الجزاء، كان كيبحث على
سبيل من اجل استثمار هم اللاعبين المحترفين. مخالفه يقول الحكم، ضربه خطا، كره لصالح المنتخب الوطني المغربي. يوسف بالعمري كيرفع كره داخل منطقه الجزاء، محاوله خروج ديال الحارس كيبعد الخطر، كتمشي عند أوناحي ترويض، مراوغه، اختراق، المهاره الفرديه. لاحظوا كره ممتازه مغربيه، فرصه سديده كترجع مره اخرى للمنتخب الوطني المغربي. كل لاعبي المنتخب التونسي داخل منطقه الجزاء. محاوله التمرير العرضي داخل منطقه الجزاء وابعاد الخطر وتواجد لاشرف حكيمي لعميد المنتخب الوطني المغربي الذي يبحثون لاخراج بطريقه رائعه. نعم، الخط الجانبي للملعب، كانت محاوله للتدخل من جانب اسماعيل الصباري. ايمن دحمان، كره تنفذ داخل منطقه الجزاء من قصيه، كره عند أوناحي لعب عند بالعمري ما يتسرعش، خرج الكره، رجع صوب الحارس. قولوا كيماش رهيب على مستوى خط الدفاع للمنتخب التونسي. تحدثنا على من ايمن حارس مرمى المنتخب. تعود مرة أخرى المنتخب الوطني المغربي يشيد بأداء حكيمي لحد الساعة، كيف يستخلص الكرة من الخصم بسرعة. كرة محاولة المرور، كاين الخطأ إلى الخلوص، سقوط على رقعة الملعب، اعتماد على يوسف بالعمري، تغيير كل صعوبة. حكيمي ينسل، ينطلق، يدخل، كرة محاولة التمرير العرضية داخل منطقة الجزاء. يوسف انصيري لعبها ببراعة، سددها بالرأس كأنه لمسها برجله، كأنه اقتدفها برجله. نعم، اختار كرة كانت جيدة. لاحظوا جاءت التمريرة من حكيمي من الجهة اليمنى، بعد ذلك الرأسية مشت فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، كادت أن تكون في الزاوية 90، لكن نشوف بهذا الكرة مغربية من بلال يغير تماما الجهة اليسرى. الانطلاق عن طريق اسماعيل الصفري صوبا، اللاعب بن عمري يمر بالعمري، كرة تمريرة عرضية وهناك تدخل من جانب الحارس. كرة لا تزال الياس بن صغير يعيد الكرة، ولكن في آخر المطاف صوبا التماس للمنتخب الوطني المغربي، تماس العناصر الوطنية طالما كانت بالبصمة الخاصة. شفنا تدخل بقوة، كان خد دفاع قوي إلى جانب خالد بدرة، واحد من الأسماء التونسية المعروفة. حين نبقى مع الحاضر، يعيد الكرة عند أوناحي، محاولة المرور أمام 3 لاعبين والحكم ينصف أوناحي. تدخلات قوية على لاعب ستيف أوناحي، احتجاج من لاعبين المنتخب، المنادات على الكرة من جانب الياس بن صغير، فعليا السلام. كرة مغربية، محاولة الاختراق، المرور أمام 3 4 لاعبين. لا، إلياس في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم بوبو تراوري من مالي نهاية أحداث الشوط الأول بالنتيجة. ضربة البداية بعد لحظات، حازم اسطوري اللي دخل منذ لحظات، لاعب الاتحاد المونستيري ذو 27 سنة. كرة وانطلاقة الشوط الثاني في إطار عين على الخصم وفي إطار عين على المباراة. كرة من الجهة اليسرى بالعمري، ماذا يفعل؟ يحافظ على الكرة، يختار تمريرة جانبية من الجهة اليسرى عن طريق إلياس، كرة داخل منطقة الجزاء. حكيمي يدر محاولة ممتازة، جاته كرة داخل منطقة الجزاء، كان بإمكانه أن يستفيد. نصيري يحاول ضغط على حامل الكرة، إلياس ينسل، يمر إلياس، عملية هجومية، محاولة الاختراق، دخول داخل منطقة الجزاء. إلياس التمرير لكن اختار الجهة اللي كانت صعبة. لا تزال الكرة مغربية، عملية هجومية مغربية مرة ثانية، سقوط داخل منطقة الجزاء. نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة لإلياس. هذه التمريرة من جانب العمري داخل منطقة الجزاء، تبحث عن مسدد، عن مصوب، من وضعية سقوط داخل منطقة الجزاء. جاته كرة كان بإمكانه أن يحولها صوب المرمى. إلياس بن صغير اللي حاول الاختراق، دخل داخل منطقة الجزاء، اختار الخيار الخطأ في الوهلة الأولى، ولكن يستمر. كرة مغربية بهذه الكيفية، اختراق، دخول أشرف حكيمي، تمريرة ومباشرة صوب الحارس في مناسبتين اثنتين.
صيري كان قريب، صيري كان قريب. المنتخب التونسي اخذ وراد حنيبال، ينطلق يرفع بالكره داخل منطقه الجزاء وجول في المكان المناسب. تدخل قوي روح رياضيه عاليه. ايوب الكعبي ينسل، ايوب الكعبي من الجهه اليسرى، عمليه الاختراق ممتازه، فرصه سفيان في الجهه اليمنى كان هناك السيباري، ولكن سفيان رحيمي المصر باطراف مسار رجله، الشيء اللي خلاه انه تحول مسار ديال الضربه هذه. كيفيه تمريره، شوفوا التمريره في العمق طويله عند الكعبي، الكعبي نسل اخترق تمريره جانبيه عرضيه الجهه اليمنى كان السيباري، لكن الان نحو الامام الانسلال ومحاوله المرور من السيباري، يحاول يمر امام مجموعه من اللاعبين، كان مضيق وعمليه الشوط. تبعد الفرص، نعود لحكم المواجهه، كره تنفذ، تسديده ممتازه يا حكيمي يا حكيمي. بذكريات التألق في كأس الأمم الإفريقية اللي كان فيها التسديد بهذه الكيفية وبهذه الطريقة وهي مسجل. شوف كيف لاعب تتابع الإعداد لهذه الكرة. إلياس بن صغير يرفعها داخل منطقة الجزاء، كرة سفيان رحيمي كان بالإمكان أن تكون في الشباك. رحيمي لعبها بالراس في القائم الاول، حول مسارها صوب القائم من جانب المنتخب الوطني المغربي عن طريق من الياس يختار اعاده الكره صوبه اللاعب العمري، تمريره عرضيه، كره راسيه ولكن مرت الى خارج رقعه الملعب الى ركنيه. كعبي يتقدم نحو القائم الاول، تنفذ داخل منطقه الجزاء، جول 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 جول. أشرف حكيمي يصور الشباك التونسية، المنتخب الوطني المغربي يضع الكرة في الشباك. 1-0. إصرار الأسود، إصرار الأسود، هكذا يزالون، هكذا هم حاضرون هنا بالمركب الكبير لمدينة فاس. اليوم تابعنا لقطة، تابعنا هذه الكرة التي انتظرناها طويلا، 1-0. أشرف حكيمي الفائز بدوري أبطال أوروبا، المتألق رفقة البيسجي، عميد المنتخب الوطني المغربي، التموضع المناسب في المكان المناسب وينهيها ويضعها في الشباك. 1-0. كرة مغربية في شباك تونسية، جات من ركنية يبدع من خلالها أشرف حكيمي. يفسح المجال للامتياز، 4 دقائق وقت بدل ضائع، يضيف الحكم عملية هجومية بهذه الكيفية والحكم يقول ليس هناك أي شيء. شوفوا بوبو تراوري، تدخل من ياسيلي، حاول ما يمكن أن يكون عنده حضور. رفقة أتلتيكو بيلباو كان قويا، كان حضوره. والآن مروان ينطلق، مروان سندي، ماذا يفعل؟ يمرر الشمال اليمنى، تسديدة، جول 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 الكعبي. سلم كعبك يا كعبي، وضع الكرة في الشباك، وضع الكرة في الشباك. 2-0 مغربية في شباك تونسية واضحة. جات كرة تمريرة من مروان، من سند المساند للأسود نحو أيوب الكعبي الذي تمكن من إمضائها، الذي تمكن من إنهاء ووضعها في الشباك. هذا ثاني هدف يجي في مباراة اليوم، وهذه صورة رائعة، صورة رائعة لهذه المعلمة الرياضية الفاسية الشاهد على ذلك. خطأ جاء من هذا المكان على مستوى المرور، الافتكاك السليم والانتقال بعد ذلك في كرة في الخط الأمامي، ويتمكن من تسجيل. يضع هذه العملية الهجومية تكتمل ويعلن على نهاية أحداث هذه المباراة بهدفين مقابل شيء. المنتخب الوطني المغربي يفوز رسميا على المنتخب التونسي في مباراة ودية تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية، هدفين مقابل شيء. أشرف حكيمي وقع الهدف الأول، واللاعب أيوب الكعبي أضاف الهدف الثاني. المباراة